إذا في حدا مثلي أنا يعني عنده فوبيا الأفاعي وهذه الحشرات، فلو بدنا نخسر مشاهدتكم، بس أنا بفضل إنكم ما تشوفوا هذه الفقرة. برحب بإسماعيل البوصلو المدمن على أكل الأفاعي والعقارب، وهو من سامراء في العراق. مساء الخير إسماعيل. مساء الخير. وسيكون معي أيضا الطالب في كلية الإعلام وهو عراقي، محمد الموسوي. نستعين بمحمد لأن قيل لنا أن إسماعيل لا يفهم اللغة اللبنانية أو اللهجة العربية المعتمدة بشكل واضح، فإذا عزنا أي مساعدة سنتكل عليك أن تتكلم معه باللغة العراقية. إسماعيل، أنت مدمن على أكل الأفاعي والعقارب. أنا قعدت هون بعيد شوي وقعدت إسماعيل هونيك، لأنه بالفعل أنا من الأشخاص اللي هلأ عم شوف الأفاعي قدامي فبحس أنه يعني ما بقدر أقارب هيدي الأفاعي. فكيف أدمنت على أكل الأفاعي إسماعيل؟ والله الأفاعي هذا لا شيء عندي، هذا لا شيء، يعني يضيعن بسناني، أريد أكبر أنا. ما لقينا إلا هو، يعني لم نجد سوى هذه الأفاعي، لأن الفترة كانت قصيرة، لم نستطع أن نؤمن أفاعي أكبر أو حتى عقارب. أدور كوبرا، أنا ادمنت عليهن. هو آكل كوبرا شي مرة؟ آكل كوبرا، هذا لا شيء هذا. يعني أنت عامل حسابك الليلة بدك تتعشى عنا، ففوجئت انه الوجبه خفيفه، يعني بدك ما تواخذنا يعني. صحيح. بدك ما تواخذنا. صحيح. هذا انا هسه عبالي اكبر، طبعا هذا لا شيء عندي هذا، وانا اكل مو بس هذا، اكل 63 وحده. 63 وحده مع بعض؟ 63 وحده عقربه مع افاعي. طيب والسم اللي في داخلهم ما بتخاف انه انه يقتلك، انه يموتك؟ ما اخاف منهن، لان اكلها هي والسم مالتها، وهي حيه مو ميته، هي والعقربه حيه اكلها مو ميته. طيب والسم يعني بيقول عايشه وهي عايشه طبعا. والسم اللي موجود فيها ما يعني ما بيأثر عليك، ما بيقتلك؟ لا ما يقتلني. طيب وفي حال لدغتك الأفعى هل تتأثر؟ لا. شي مرة لدغتك أفعى؟ إيه عادي تلدغني، بس ما تأثر بي ولا شيء؟ ولا شيء. طيب شو بتاكل غير حيايا وعقارب؟ بس حيايا وعقارب. طيب كيف أدمنت على الحيايا والعقارب؟ صار لي 20 سنة. ولكن أول مرة كيف حصلت معك؟ أول مرة هو ادمنت عليه هنا أنا. أول مرة لقيتها قالوا لي هذا لا تشيلها، هاي سامة، هاي حتى تعضك تموت. باوعت عليها قلت لهم ما يخالف، أنا أريد أموت. كان أجي وأشيلها، شيلتها وكان آكلها. طيب وشي يوم إذا ما قدرت تاكل أفاعي، يعني حيايا أو عقارب، شو بتحس؟ أحس جسمي تأذى. ومين بيأمن لك الحيايا تضل موجودة كل يوم عندك؟ أنا أدورهن وألقاهن، أظل أمشي وأدور عليهن وألقاهن. متزوج؟ متزوج. شو عندك أولاد؟ 7. الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك. الاولاد اولادك بياكلوا كمان افاعي وعقارب؟ لا ما ياكلوهم، بس وياهم بالبيت وتنام وياهم عادي، ما تسوي لهم شيء، ما يخافون منها. طيب ما بيخافوا منهم؟ لا ما بيخافون منها. طيب وانت ما بتخاف انه يلدغوا الاولاد لا سمح الله يعضوهم؟ ما عليهم شيء، ما اسوي لهم كل شيء. طيب بدك بس على مسؤوليتك الخاصة يعني. عادي ماكو اشكال.
لا بدك تقول لي انه على مسؤوليتي، لانه إيه انا على يعني نحن على اليوتيوب وصورك وانت عم تاكلهم يعني. إيه عادي، لانه هو بيسمهم يعني الشباب جايبينهم السم موجود فيهم. هو انا اريد سامات، انا ارتاح اللي بيها السم. ترتاح اللي بيها السم؟ اللي بيها سم ارتاح لها انا، بس اللي ما بيها سم ما اسوي شيء، ما صحي لي راسي. طيب شو بتحس لما تاكل حيه سامه؟ اذا ما اكلهن ظل مقلوق. نعم. طيب كيف فيك تعرف اذا فيها سم او لا؟ هي اي حيه بيها سم. ايه اي حيه بيها سم. وسأل يا لا بدك تاكلها هيك؟ هي طيبة؟ نعم هي طيبة. لا لا بدك بلاها عن جد بلاها خلص. شو طعمتها؟ طعم كلش طيبة. يعني كثير طيبة. كلش طيبة. كلش طيبة يعني كثير طيبة. كثير بس طيبة. عاسية هيئت عليك. لبنانية. لبنانية. طب خلص كمل اللي معك ضروري تاكل وحدة ثانية طيبة. لازم اكلهن ثلاثتهن. لازم تاكلهم ثلاثتهم؟ اي. ليه؟ ما هو هسه هذا كلت، هي هاي المنطقة اللي بيها السم. هاي ما بيها سم. هاي ام السم كلتها. انت بتاكل بس المنطقة اللي فيها سم؟ اي بس اللي بيها السم. هي اهم شيء هاي اللي بيها السم. يعني الباقي الافعى ما بتاكله؟ الباقي هذا ما بيه سم. ايه بس انت ما بتاكله؟ لا ما بيه سم ماكله، انا اريد اللي بيه سم. هو بياكل بس بياكل السم، بياخذ السم لانه بيشتغل على راسه. يه شو هي؟ خلص خليه يوقف. انا ماشي. اسماعيل انا بدي اتشكرك على قدومك من العراق للمشاركة بالبرنامج. شكرا لك. وما تواخذنا يعني طلعوا الحياة صغار يعني ما كنا حابين نعمل من قيمتك أكثر يعني، وما قدرنا نجيب عقارب. بس هلا بعثوا لنا صورة لعقربة لقينا هون بلبنان، هلا بنفرجيك عليها. هي بتخدمك جمعة إذا مزبوطة الصورة. بتخدمك أسبوع. عقرب هالقد. على فكرة أنا برجي العقرب. كمان محمد شكرا لك. نتمنى انه اذا حدا شاف يعني خصوصا الاولاد، اذا نحن حطيناها باخر الحلقه، اذا اي حدا شاف هذه الفقره ما يجرب يعملها،
لانه هي خطيره جدا 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 وقاتله، يعني هذا موضوع قاتل. اوعى حدا يجرب مش ياكل افعى، انه يقرب يمسكها بايده، علما انه بالصين وباماكن اخرى الافاعي وجبات، بس بياكلوا الافعى بدون راس. كجسمها للافعى. مين من الشباب هون كان عم بيقول لي انه بالجامعه عندكم، معي الكاميرا مان كان عم بيقول لي